السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة شهوات نجاة، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كريب مالح. هاد الكريب كيجي خفيف وكيجي رطب. غادي نحضروه بواحد الحشوة اقتصادية، مكونات ديالها موجودين في كل بيت. قبل ما ندوزو نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير، الا كنتوا اول مرة تزوروا القناة ما تنساوش دعمونا بالضغط على الزر الاحمر الاشتراك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. نخليكم على المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجوهم هما 3 بيضات، ملعقة صغيرة غير مملوءة من الملح، وملعقة صغيرة من السكر، ربع كاس من الزيت، قشور الحامض والدقيق والحليب. بالنسبة للمكونات غادي نخليهم ليكم مكتوبين في صندوق الوصف اسفل الفيديو. بالنسبه للزيت يمكن لكم تخلطوا ما بين الزيت والزبده مذوبه، لكن من افضل ديروا غير الزيت لانهم كيجيو رطبين بالزيت احسن من الزبده. بالنسبه لقشور الحامض يمكن لكم تعوضوه بكيس من السكر المنسم بالفاني باش كيحيد لينا داك الزفوريه ديال البيض. غادي ندير كلشي في الخلاط الكهربائي او في كاس اللي كنطحنوا فيه العصير. غادي نطحنوا المكونات مزيان قبل ما نضيفوا الدقيق. من بعد ما كنضيفوا الدقيق كنخلطوه بملعقه بهذه الطريقه، ومن بعد غادي نطحنوا داك الدقيق، لكن ما كنطحنوهش بزاف، يعني ما كنطحنوهش مزيان، كنطحنوه غير واحد شويه صافي كنصفيوه. الا طحنتوه بزاف ما غاديش ينجح معكم الكريب. كنصفيه باش كنحيد منه داك القشور ديال الحامض، والا بقات فيه شي حبيبات ديال الدقيق صافي. من بعد ما صفيتو غادي نخليه يرتاح واحد المده نصف ساعه تقريبا، ضروري ما يرتاح باش كينجح معكم، اولا ساعه. انا خليته ارتاح حتى وجدت الحشوه، عاد طيبته تقريبا شي ساعات المكانه، عاد بديت كنطيب فيه. كناخذ واحد المقله اللي كنمسحوها بشويه ديال الزيت بالورق النشاف، وكنضيفوا فيه الخليط القياس على حسب المقله اللي عندكم. انا عندي هنايا المقله شويه كبيره ماشي صغيره بزاف، وكنضيفوا فيه القياس اللي غادي يكفينا في هذا الحجم ديال المقله، وكنوزعوه بسرعه. لكن من افضل المقله ما يكونش سخون بزاف، الا كان سخون بزاف ما غاديش يكون عندكم المجال توزعوا داك الخليط في المقله، غادي يبقى لكم جامد في بلاصه واحده. وقت ما حيدنا شي وحده كنخلي المقله يبرد شويه، عاد كنضيفوا الثانيه، ومني كنحيدوها من المقله كنضيفوها مباشره في شي زيف وكنغطيه باش ما كينشفش، كيبقى لينا رطب. وبالنسبه للتحمار ما كنحمروهش بزاف، كنخليه غير بحال هكا وصافي. كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. ودابا غادي ندوزو باش غادي نوجدوا الحشوه. كناخذوا المقلاة كندير فيه الجزر والقرعه محكوكين، وكنضيفوا البصله مشلضه مع الزيت كنشحرهم حتى كتهبط لينا داك الخضره، وغادي نسمها بشويه ديال اللحم او الكفته اي اللحم المفروم. يمكن لكم تضيفوا الدجاج تنسموها بالدجاج او لا بالطون او بالحوت اللي عندكم متوفر. وكنضيف عليهم القزبر ومعدنوس مقطعين وبودره ديال الثوم، يمكن لكم تعويضوها بالبودره او عفوا بالثوم الطريه، وفلفل اسود اي ابزار والملحه. التوابل ديروا التوابل نتوما اللي كتفضلوها. صافي كنبقى نشحر فيها حتى كطيب لينا داك الخضره على نار متوسطه. ودابا غادي ندوزو باش غادي نوجدوا صلصه البيشاميل اولا الصلصه البيضاء. كنحتاجو فيها معلقه صغيره ديال الزبده، كندوبوها في الكاسرون وكنضيف عليها ملعقه كبيره ونصف من الدقيق الابيض اي الدقيق الناعم، ومن بعد كنضيفو كاس ديال الحليب. غادي نخلط مزيان داك الدقيق حتى كيذوب لينا، ومن بعد كنضيف نصف كاس الثاني، يعني الكميه اللي احتاجيتيها هنايا ديال الحليب هي كاس ونصف مع ملعقه صغيره ديال الزبده وملعقه ونصف من الدقيق الابيض، وكنخلطهم مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم. من بعد كنضيفوا الابزار اي فلفل اسود والملحه، تقريبا راس معلقه صغيره ديال الملحه وراس معلقه صغيره ديال الابزار اي فلفل اسود. كنبقاو نحركو مع التحرك المستمر باش ما كيلصقش لينا في القاع ديال الكاسرول حتى كيبدا كيغلي وكيعقد وكيولي عندي بهذا الشكل. وكنضيفوه مباشره وهو سخون على الحشوه اللي وجدنا باش كتجمع لينا هذه الحشوه وكتجينا معلكه وكتجي بنينه في نفس الوقت. ومن بعد
غادي ندوزو باش غادي نوجدو اولا باش غنعمرو هاد الكريب. هو كيفاش كيجينا، كيجي رطب وكيجي خفيف. هانتوما يمكن لكم ديروا بها اشكال اللي نتوما بغيتو. هنايا غادي نحتاجو الفرماج محكوك اولا الجبن المحكوك. كناخدو بيضه كنطربها وكنزيد عليها شويه ديال كيتشوب اولا تزيدوا عليها شويه ديال صلصه الصوجه اولا التحميره اللي عندكم متوفر، غير على حساب اللون وصافي. كناخدو هاد الزلافه الصغيره كنضيف فيها الكريب. انا قلبتو درتو البلاصه اللي كتكون سامبل كندردها لداخل باش ما كتلصقش ليا في هاد الزلافه. كنسبقوا نصف الكميه ديال الحشوه وكنديروا الجبن في الوسط وكنعاودوا نديروا الحشوه من الفوق وكنسدوا بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لهذا الشكل انا فضلت نديرهم على شكل ميني بسطيله. نتوما يمكن لكم ديروا اشكال اللي بغيتوا، يا اما ديروهم على شكل سيجار اولا ديروهم على شكل ميني تاكوس. صافي كنستمروا بهذه الطريقه. غنعاود ندير معكم وحده اخرى. غادي نفرش كريب في الزلافه وكندير فوق نصف الكميه ديال الحشوه والجبن والحشوه من الفوق وكنجمعوا بهذه الطريقه اللي غادي تلاحظوا معايا باش كيجيونا مقادين وكيجيو مدورين. وصافي غادي نستمروا بهذه الطريقه حتى كنكمل هاد الكميه اللي عندي كامله. كنحطهم في الطاوه اللي غادي تدخل الفران. كنفرش فيها ورق الزبده وكيكون عندي في هذه الاثناء الفرن سخون، يعني شعلت الفران قبل ما نبدا نعمرهم والنار تكون متوسطه ما تكونش مجهده باش كيتحمروا على خاطرهم ما كتخطفهمش العافيه. كندهنهم بالبيض من الفوق باش كيلصق عليهم لا شابلوغ انا حضرته في المنزل بالخبز البايت. كناخذوا الخبز البايت كنقطعوه وكنطحنوه في الهاشوار وكنغربلوه كندخلوه للفران اللي كتكون النار ديالو مهيله بزاف، ولا سخنوا الفران وطفيوه ودخلوه للفران حتى كيكرم وكتخليوه حتى كيبرد وكتجمعوه تحتفظوا به عفوا في شي قرعه ديال الزاج. يمكن لكم تضيفوا ليه حتى المنسمات. ومن بعد كندخل هاد الكريب الفران النار تكون غير من التحت غير واحد شويه ما بين ما يذوب لينا داك الفرماج وكنهبطهم باش كياخذوا اللون الذهبي من الفوق. ملي كنهبطوهم النار تكون مهيله باش ما يتحرقوش كياخذوا اللون الذهبي. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما طيبناهم وخرجناهم من الفرن. كيجيو رطبين وكيجيو معلكين ولذاذ في نفس الوقت. وكنتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم الفيديو بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء. وشكرا على المتابعه والتشجيع. الى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.